الهنا والسعادة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطاير الجبنة، حاجة كده بجد تحفة جدا. شوية دقيق ومية هنعمل احلى فطاير. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا جدا، وكمان حاجة هشة وطرية كده، وبجد طعمها تحفة. بشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق حلو. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. وزي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا ما شاء الله. بحبة دقيق وميه هنعمله فطاير جميله جدا جدا. تنفع للفطار الصبح مع فنجان شاي بلبن، تنفع بالليل كده مع فنجان شاي. بجد هي جميله جدا جدا. يلا يا حبايبي، في البدايه اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنبدا ازاي. اول حاجه معايا هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه كيس من الخميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، حطيت ربع معلقه من الملح، معلقتين لبن بودر، معلقتين كبار سكر، ولبن البودر كمان معلقتين كبار. زي ما انتوا شايفين المقادير لحد دلوقتي بسيطه وسهله جدا. كل المواد الجافه دي هقلبها بقى كويس جدا بعد ما انزل باللبن البودر. زي ما انتوا شايفين هقلبها كويس جدا. هيكون معايا كوبايه من الميه، تكون ميه دافيه علشان تخمر معانا بسرعه، ونص كوبايه من الحليب يكون برضو دافي. هنا نزلت بمعلقه كده كبيره او معلقتين كبار من الخل، والخل هنا هيدينا هشاشه كده للعجينه، ويخلي العجينه بتاعتنا هشه وجميله. نزلت هنا كده باول كوبايه من الميه. انا استعملت كوبايه ونص من الميه، واستعملت نص كوبايه من الحليب. طبعا هنا بيبقى حسب نوع الدقيق، يعني السوائل كانوا كوبايتين بس من الميه. ادي نص كوبايه من الحليب. هنزل برضو حبه بحبه لحد ما العجينه كده تبقى كلها كده متجمعه معايا، وتكون البوله نضيفه زي ما انتوا شايفين. وبعد ما خلصت كده العجينه هنزل بربع كوبايه من الزيت حبه بحبه كده لحد ما الاقي العجينه شربت الزيت كله. انا هاخدها بقى كده، هحط رشه دقيق على الرخامه، وبعد كده هعجنها كده لمده 7 دقايق او 10 دقايق على الرخامه. زي ما انتوا شايفين معايا كده انا نزلت برشه كده من الدقيق، وهعجنها كده عجنه كويسه. بعد كده هحطها بقى كده في قلب البوله، تكون محطوط فيها ماده دهنيه، وهسيبها تخمر. وهنا هيكون معايا ميكس كده من الجبن، ومعايا شويه كده من الزيتون، هحطهم كده في قلب بوله. ومعايا هنا شويه كده من اللانشون مقطعاه كده زي ما انتوا شايفين. كل ده كده هحطه كده على بعض، وهقلبه بقى تقليبه كويسه، عشان هي دي الحشوه الجميله بتاعه الفطاير. كانت العجينه هنا خمرت معايا، اللهم بارك ما شاء الله، جميله جدا جدا. العجينه ملمسها حلوه قوي. وهنا معايا بقى العجينه كده هقطعها لقطع صغيره زي ما انتوا شايفين. بعد ما قطعتها حطيت حبه كده من الدقيق على الرخامه، وحفرت كده اول قطعه من العجينه. فطاير جميله جدا والله، طعمها تحفه ما شاء الله، حلوه قوي بصراحه. حاجه خفيفه كده بالليل. زي ما انتوا شايفين بنفردها بالمنظر دوت. وبعد كده بجيب بقى الجبن اللي عندي، حابه بقى اي حشوه تحشيها مفيش مشكله خالص، اللي حابه تحشيه احشيه. انا كان عندي الجبنات ديت قلت اعمل بيها، وبصراحه طلعت جميله جدا جدا. هقفلها بالمنظر ده، وهاخدها كده من الجناب وهقفل عليها زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. هقفلها كويس جدا من تحت علشان لما تدخل النار ما تتفتحش معانا. طريقة بسيطة جدا وسهلة، وبتبقى بجد طعمها حلو، وشكلها كمان يفتح النفس. شكلها بيبقى حلو كده وجميلة. وبالسكينة وهعمل فتحة هنا كده وفتحة هنا، بتدي شكل حلو قوي قوي للفطاير بتاعتنا. هيكون معايا الصاج بقى هنا كده في مادة دهنية علشان ننزل بيها كده على طول بالفطاير. وهنا هنعمل شكل تاني برضو، شكل بسيط يعني وحلو برضو، بيبقى شكله حلو قوي. هنجيب الحشوة بتاعتنا بقى، وهنحط كده برضو على اول العجينة بالمنظر ده، وهنقفل. اهم حاجة نقفل كويس جدا علشان لما يدخل النار ما يتفتحش ويبقى شكل الفطاير مش حلوة. لازم نقفل عليها كويس جدا. وهنا انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180 طبعا، عشان ما ننساش بس درجة الحرارة. واول ما ياخد لون ذهبي معانا بنولع الشواية، مفيش ثواني والفطاير بتطلع جميلة جدا زي ما انتوا شفتوا معايا في الاول. وهنا خلاص بقى كده بعد ما خلصت خلاص
الكميه اللي انا بعملها. بعد بقى كده ما الصاج خمر معايا، عندي هنا معلقتين من اللبن، معلقتين من الزيت، عندي رشه صغيره كده من الملح ورشه صغيره من السكر. قلبت كويس جدا، وبعد كده حطيت كده على الوش. وبعد كده عندي هنا حبه من السمسم كده برضو احطهم كده على الوش بالمنظر ده. وبعد كده هدخله الفرن ونشوفه لما يخرج. طبعا كده حبايبي بعد ما طلع من الفرن اللهم بارك الريحه جميله جدا جدا بجد، طري وكده وما شاء الله ريحته جميله وطعمه كمان تحفه. طبعا غطيته بقى كده بفوطه مطبخ وسبته لما برد خالص. ما شاء الله اللهم بارك قدمناه مع بعض بالمنظر ده. عايزه اقول لكم حاجه طريه جدا هشه، طعمها بجد تحفه جدا. حابه ان انت تعمليها بدل ما نحطه حادق فيها، ممكن ان احنا نعمله عجوه، ممكن ان احنا نعمله اي حشوه تانية زي ما انت تحبي، بتطلع جميله جدا جدا. اللهم بارك عطانا حبه حلوين. انا عايزه اقول لكم ان لسه في صاج كمان في قلب الفرن لسه ما طلعش، يعني ما شاء الله اللي قدامكم دي مش كل الكميه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله كيلو دقيق عمل لنا حبه حلوين، ولسه كمان في الفرن ما شاء الله لسه ما خلص. بصوا ما شاء الله عامل ازاي بجد تحفه جدا. وزي ما انتم شايفين ده فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.